أول ما يدخل حياتك تحس إن أخيرا الدنيا بتطبطب عليك، تضحك وتتحمس وتحس إنك متشاف ولقيت حد شبهك، بس بعد شوية بتحس إنك تايه. ده اللي ممكن يحصل لك لما تتعامل مع صاحب الشخصية المؤثر أو النمط السلوكي الانفلونس. ده نمط assertive يعني حازم، و person oriented يعني موجه للأشخاص أكتر منه موجه للنتائج. المؤثر شخص اجتماعي بطبعه، بيحب الناس والتفاعل ويحب يكون محبوب، ويتغذى نفسيا على التواصل مع الآخرين. طاقته بيستمدها من الناس مش من العزلة ولا الهدوء. بيحب الكلام والضحك والقعدة اللي فيها ناس. الصمت الطويل ده بالنسبة له عقاب وبيتعبه، والوحدة بتستنزفه. حماسي متفائل وبيشوف البوتنشال اللي في الناس مش المخاطر اللي ممكن تيجي منهم. يحب جدا يشجع اللي حواليه. يحب يكون مؤثر، مش شرط قائد رسمي، لكن يحب انه يكون مسموع محبوب وله حضور. سريع في بناء علاقاته، يحسسك انكم اصحاب من زمان، يقرب بسرعة ويفتح قلبه ويدلق كل اللي فيه. عفوي جدا، بيتكلم قبل ما يفكر ويوعد قبل ما يحسب، وبيتحرك بإحساسه من غير أي خطط. نظرته عن الحياة هو إن الناس أهم من أي حاجة تانية، والقعدة الحلوة والجو العام أهم من التفاصيل، وإن النجاح الحقيقي في الحياة هو إن إحنا نكون مبسوطين. مؤمن جدا بإن لو الناس مرتاحة كل حاجة هتمشي. عشان كده بيكره الروتين والجو التقيل والنقد الجاف والكلام الجدي طول الوقت. نقاط قوته مفيدة ليه وللي حواليه، دايما رافع طاقة المكان اللي هو قاعد فيه. مجرد وجوده بيخفف من التوتر، لأنه دايما بيتكلم ويضحك ويشجع اللي حواليه. بارع في التواصل، بيعرف يتكلم ويشرح ويقنع ويخلي فكرته دايما مقبولة. بيبني العلاقات بسهولة، بيعرف يقرب ويكسر الحواجز ويخلي الناس تحب. مرن مع التغيير ومش بيخوفه، وبيتأقلم بسرعة جدا. مبدع وبيفكر خارج الصندوق، وغالبا بيكون ارتستيك وبيحب الأفكار الجديدة. طب امتى صاحب النمط المؤثر يكون مؤذي؟ غالبا بيأذي من غير ما يقصد، لأنه بيهرب من الألم بطريقته. فهتلاقيه بيهون من مشاكله ومن مشاكل الناس اللي حواليه. لما حد بيوجعه أو بيتحط في مشكلة، هتلاقيه بيضحك ويهزر ويقلل من الموضوع بدل ما يواجه ويشرح، وده بيسيب مساحة للقيل والقال والميس اندرستاندينجز. بيوعد كتير وممكن يبان انه غير ملتزم. هو حقيقي بيوعد من قلبه، بس من غير حساب، ووقت التنفيذ ممكن ما يقدرش. مش لانه مش مهتم، لكن لانه بيتحمس للحظة وينسى بعدها، فيوجع اللي قدامه مع ان نيته ما كانتش كده. بيتجنب المواجهة لانه مش عايز يزعل حد، فهتلاقيه بيهرب او يختفي او يغير الموضوع تماما. احيانا تحس انه سطحي ظاهريا، لانه مرح زيادة عن اللزوم ومش عميق، مع ان جواه مشاعر كتير جدا عميقة، بس بيخاف يطلعها عشان خايف من نظرة الناس ليه، وخايف الناس تفقد حبها ليه. لو اتضغط او اتحط في مشكلة، هتلاقيه غالبا بيضحك اكتر، بيهزر، بيشتت نفسه، وغالبا هتلاقيه بيختفي وبيهرب من المواجهة، بيدخل في الفلايت مود اللي هي الهروب. طب ازاي اتعامل مع شخصية صاحب النمط المؤثر؟ ابدأ بالعلاقة. قبل ما تطلب اي طلب او تنقده، ابني معاه علاقة يكون مطمن فيها. استخدم لغة فيها دفء وطمأنينة. نبرتك تكون هادية مش جافة ولا حادة. لما تطلب منه طلب، خليك واضح بس قلل من التفاصيل. ما تعتمدش فقط على وعوده، واعمل خطوة زيادة في انك تتفق على الخطوات والمواعيد عشان انت ما تحبطش. لو اختفى ما تردوش، لكن واجهه بهدوء ومحبة ومش بنبرة فيها هجوم. استخدم I statements وقول له أنا محتاج وضوح. لو التعامل معاه مرهق ليك لأنك مش قادر تفهمه أو تتأقلم معاه، حط حدود بمحبة من غير قسوة ومن غير إقصاء من حياتك. النمط المؤثر مش سطحي ولا مستهتر ولا فاضي، هو شخص بيخاف من الوجع، فبيلبس ضحكة وبيهرب من المواجهة. لو عنده وعي يبقى مصدر طاقة وحياة وإلهام، ولو ما عندوش وعي للأسف بيبقى مرهق ومحير جدا للي حواليه. دورك مش إنك تسيبه أو تهرب منه أو إنك تقبل كل تصرفاته، لكن إنك تفهمه وتتعامل معاه بحدود ووعي. استنوا الكلام على الستادينس أو النمط الثابت. أهدى نمط وأكتر نمط بيشيل في قلبه. لايك ذس فيديو لو عجبكم عشان ده بيشجعني جدا، وفولو للصفحة عشان تشوفوا اللي جاي. لو عايزين تتواصلوا معانا، ابعتوا لنا على صفحة أو على رقم الواتساب.